تخيل تكون ممثلة شابة في انتظار طفلها الأول وتدعو مجموعة من الأصدقاء والعيلة عشان يعملوا سوا فيديو كوميدي عن أخبار حمل النجوم والمشاهير. فأول ما تبحث عن نفسها على النت تلاقي كل النتائج اللي جاية للناس بتكره آن هاثاواي، والصدمة تفقدها النطق، لأن الفوز بالأوسكار حلم لأي ممثل وأعلى تقدير ممكن يوصل ليه أي فنان في الصناعة، ومعاه بيرفع الفايز لمكانة أعلى سواء بشكل مادي في ارتفاع أجره على الأفلام أو حتى معنويا كوسام تكريمي ليها. لكن أحيانا الأوسكار بتكون سلاح ذو حدين لما تجتمع معاها ظروف تانية، أو خلينا نقول تكشف جانب معين من الفائز ده بيخلي المناسبة كلها كابوس بالنسبة ليها ويقلب الناس عليها بسبب وبدون سبب، زي اللي حصل بالظبط لآن هاثاواي ووصل قمته في سنة 2013 بعد فوزها بأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم لي ميزرابلز، ورد الفعل العنيف اللي صاحب ده وكان هيدمر مسيرتها ويقضي عليها للأبد، واللي على حسب كلامها خلاها تندم على فوزها مع كمية الأدوار اللي خسرتها والبيئة السامة اللي لقت نفسها فيها، لغاية ما كريستوفر نولان حرفيا أنقذها بانترستيلر ومنحها قبلة الحياة عشان تكمل، وصورتها تبدأ تتغير بشكل كبير دلوقتي بالأخص عن زمان. ازاي ده حصل وليه الناس كرهت آن هاثاواي في 2013، وايه أسباب الهجوم ده وعلاقته بشكلها وشخصيتها، وازاي رجعت تاني بفضل كريستوفر نولان وانترستيلر. اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف مع بعض. Hello, I'm Anne Hathaway. Hi, I'm Anne Hathaway. Please welcome Anne Hathaway. She's one of Hollywood's most talented and versatile actresses. Growing up as a teenager in Hollywood, Hathaway quickly rose to fame, becoming a household name. Anne Hathaway has proven over the years she really can do it all. She made us laugh while rising through the ranks of the fashion world and The Devil Wears Prada. And she showed off her singing skills and acting chops with her Oscar-winning turn in Les Mis. You win the Oscar, and then there's this kind of awful, weird, mean backlash. Including a great deal of hate for Anne Hathaway after she won her Oscar for Best Supporting Actress. And it seems to me that people love to talk shit about Anne Hathaway without any rational reason. Anne Hathaway is praising Christopher Nolan for coming to her side during the days of the toxic Hathahate movement, where her online and media reputation turned toxic to the point where she says it cost her movie roles. Googled pregnancy rumors and then the story came up. And what was the story? The story, the title of it was Why Does Everybody Hate Anne Hathaway? آن هاثاواي دخلت مجال الفن عن طريق المسرح وهي صغيرة، وخدت تدريب مكثف وتعلمت هناك أصول المهنة عشان تتبع خطى أمها اللي كانت ممثلة مسرحية. But I remember being in the theater, listening to the music, watching the drama, watching my mom kill it, and just think, I want that. I want to be doing that. I want that energy. لكنها بدأت مسيرتها في هوليوود عن طريق مسلسل لطيف بعنوان جيت ريل سنة 1999، لكنه لسوء الحظ اتلغى سريعا وما حققش النجاح المطلوب، بس كان كفاية عشان يلفت أنظار مسؤولين ديزني للشابة آن عشان تبقى من المرشحين لبطولة فيلم عائلي بعنوان ذا برنسس دايريز، واللي بيدور عن بنت في ثانوي بتكتشف فجأة إنها ولية عهد مملكة أوروبية وتبدأ تتعلم إزاي تبقى أميرة، واللي حرفيا هيغير حياتهم هما الاتنين للأبد. You are Amelia Mignonette Thermopolis Rinaldi, Princess of Genovia. Me? A princess? Shut up! سواء البنت في الفيلم او آن هاثاواي بعد ما حصلت على الدور من اول محاوله، ويمكن حتى تقول انها خدته بالصدفه لما وقعت من على الكرسي خلال تجارب الاداء من القلق والتوتر، وكانت مش على بعضها ولا متعوده على كل ده، واللي قريب جدا من شخصيتها في الفيلم وطريقه تعاملها وشكلها وهكذا، عشان بعد كده حفيدات المخرج جاري مارشال يشوفوها وينصحوا جدهم يختار آن للدور عشان شبه الاميرات بجد على حد تعبيرهم، وده اللي خلاه وافق عليها فورا بدون حتى اختبار تاني، ومعاه لاول مره هتشتغل في فيلم كبير وانتاج مهم وهي عندها تقريبا 17 او 18 سنه بس، ومع ممثله كبيره بحجم جولي اندروز اللي هيكون زي درس مجاني في التمثيل، وهتتعلم منها ازاي تتعامل مع الناس والجمهور وضغط الشهره، والاهم انها في الفيلم هتطلع كل اللي عندها نسبه لسنها يعني، وهتقدم مزيج من التلقائيه وخفه الدم مع حضور مختلف عن باقي اميرات ديزني المعتادين، واللي هيخلي الفيلم يحقق نجاح كبير جدا وتتخطى مكاسبه ال 160 مليون دولار على مستوى العالم، وهتتحول معاه آن هاثاواي لنجمه بين يوم وليله، وهترجع بعدها في 2004 بجزء تاني هو كمان هيلاقي شعبيه ضخمه ويحقق مكاسب كبيره، والجمهور بيعشق الممثله الكيوت دي. I was 17 years old when we made this, and so I hadn't met as many people yet in my life, and so I knew Gary Marshall was really special, and I knew Julie Andrews was really special, but now sitting here watching this from this point of view, they're two of the most magical people I have ever met. This was
the film that changed my life. وزي ما تقول كده مسيرتها هتلزق في الدور ده شويه، وهتبقى مؤقتا محصوره في نفس الافلام الرومانسيه الكوميديه، وشغل بقى الحاجات العائليه اللطيفه اللي مش مطلوب فيها حاجه غير انها تكون اموره وخلاص، والناس هتحبها وتعجب بيها والافلام هتنجح، سواء الى انشانتد ولا نيكولاس نيكل باي. لكنها مش هتكتفي بكده، وهتحاول تغير من شكلها وصورتها باي طريقه، حتى والمخرجين وصناع السينما مش واخدينها بجديه. وعمليه التغيير دي هتبدا بالتدريج في 2005 لما تعمل فيلمين ابعد ما يكونوا عن مفهوم اميره ديزني، وادوار جريئه في افلام جريئه هي كمان هتصدم اللي ما كانش يعرفها غير من الحاجات اللطيفه دي، سواء فيلم هافوك او الاهم بروك باك ماونتن مع ممثلين زي هيث ليدجر ولا جيك جيلنهول والمخرج انج لي، وواحد من اكبر واهم افلام السنه، وطبعا اكترها اثاره للجدل بسبب موضوعه والعلاقه بين اتنين كاوبويز وهكذا. لكنها فيه مش الاميره اللطيفه خالص ولا اي حاجه شبه كده، وبتثبت انها قادره تدخل في تحدي قصاد عتاوله التمثيل ومش هتخاف ولا تتهز، وهتكون حتى فوق التوقعات رغم دورها الصغير الى حد ما، ويعتبر مش بتطلع كتير في الفيلم، لكن كل مشهد ليها بتسيب بصمه، خصوصا مع شخصيه معقده زي دي محدش عارف بالظبط هي تمامها ايه في الفيلم ولا عايزه ايه. This is my character Lorraine Newsome from Brokeback Mountain, directed by the master Ang Lee. This is one of the films that changed my life. I'd been a likable actress, a cute actress up to this point. This was the first time I think I'd ever been considered like a real actress, a dramatic actress. وده اللي هينفعها جدا بعد كده عشان فيلم The Devil Wears Prada، لأن المنتجين كانوا رافضين آن هاثاواي بسبب صورتها وأفلام المراهقين المشهورة بيها، وكانت تقريبا حاجة كده زي الخيار التاسع للدور، لكنها فضلت وراهم وشغالة تزن كل شوية، وحتى راحت مكاتب شركة فوكس تكلم كل واحد من المسؤولين هناك وتشرح ليه هي مناسبة للشخصية وهتعمل إيه وهكذا، لغاية ما ميريل ستريب تشوفها بروك باك ماونتن وتكلم الاستوديو بنفسها عشان يختاروها معاها في الفيلم، ثم هتعمل الكاتبة الكبيرة جين أوستن في بيكامينج جين سنة 2007 مع فيلم كوميدي خفيف مع ستيف كاريل بعنوان جيت سمارت عشان تبقى جاهزة لنقطة التحول الأخيرة، والترشح للأوسكار مع فيلم ريتشل جيتن ماريد لما تتحول لممثلة شجاعة بجد مع شخصية مدمنة في مرحلة التعافي بتخرج من المصحة عشان تحضر فرح أختها، ويعني عبارة عن خزان أحزان شايلة إحساس مؤذي بالذنب مع شوية صدمات متقلة حركتها وبتشل عقلها، ومجرد وجودها بيدمر جو الفرحة والبهجة اللي شغال عشان الجوازة، ومن الآخر شخصية مش محبوبة ولا كويسة بالمعنى التقليدي، لكن حاجة واقعية بدرجة تخوف. ثم بعد كده هتطلع بلاف اند اذر دراجز وبعدين وان داي، ويعني بقت اسم محترم داخل الصناعه، ومش هيكون قدامها غير خطوه واحده بس للعظمه مع فيلم البؤساء او لميزرابلز. They were very clear about a path that they saw for me, and it was, you know, the sweetheart path. Right. And that is a fantastic path, and it's beautiful. But I know myself, and I know that, you know, such as it is, I do have an edge. I knew I wouldn't be happy unless I could explore complicated, dark things. لكن قبل كده هتتورط في فضيحه ومصيبه كبيره قوي، ضمت اسامي ضخمه زي ترامب وكلينتون وغيرهم من كبار رجال الاعمال، لما صديقها الايطالي رافاييلو فولييري اللي علاقتهم بدات في 2004 اكتشفوا ان هو نصاب وحرامي دولي، وادعى ان عنده علاقات مع الفاتيكان عشان يسهل صفقات شراء اراضي وممتلكات تابعه ليهم، وكان عامل مكتب على شكل كنيسه صغيره كده ومشغل راهبه سكرتيره عنده، ويعني راجل ملائكي بيعمل تبرعات بالملايين للجمعيات الخيريه، وفي قصه حب قويه مع واحده من ألمع نجوم الفتره، واللي هو بقى مفيش بعد كده، وبدا ينتشر واحده واحده ويوصل لاصحاب الملايين ويعمل صفقات وهميه بمبالغ خرافيه، كان بيصرفهم على آن واسلوب حياتهم المرفه سوا، من مجوهرات لشقق وسفريات وكل اللي نفسك فيه، ومن ناحيتها كانت بتموت فيه وشايفاه على حد وصفها ان هو جميل قوي ولا كانه اله. ثم في 2008 بدات الدنيا تتغير واكتشفوا حقيقته وكل البلاوي اللي عملها، وبدات تحقيقات من الاف بي اي ودفع غرامه في البدايه، لكنها بعدت عنه وانفصلت قبل ما قضيته تروح المحكمه وياخد 4 سنين سجن، واضطرت انها ترجع حاجات كتير من الهدايا بتاعته، وحتى المذكرات بتاعتها دخلت كدليل في المحكمه. محدش متاكد بالظبط هل كانت تعرف حقيقته ولا لا، والاغلب انها ما تعرفش. You know what? I really don't know anything, the specifics about that. I'm just kind of promoting my movies, living my life. I got to keep my dog. That's the most important thing. لكن بالنسبه لواحد زي ترامب كده الرئيس المستقبلي والحالي، فهي كانت حبيبته لما الدنيا كانت زي الفل ومعاه فلوس، انما اول ما حست بالمشاكل خلعت وسابته. بينما من ناحيه صديقها ده فهو قال ان أن هاثاواي اختارت مستقبلها ومسيرتها الفنيه عليه، ولحقت نفسها على حساب حب حياتها. مش فاهم بصراحه كان المفروض يعني تروح السجن معاه ولا ايه، بس ما علينا يعني، لغايه ما عملت فيلم لميزرابلز واللي كافحت للحصول على الدور، وبالمناسبه كانت امها لعبته زمان في مسرحيه، فحاجه كده زي تلاقي اجيال، وتبقى زي امها السبب اصلا في دخولها المجال من البدايه، وبالتالي دخلت في نظام غذائي قاسي جدا عشان تفقد تقريبا حاجه كده زي 11 كيلو من وزنها اللي هي اصلا رفيعه وقليله من غير حاجه، وتطلع بالشكل الغريب عليها ده في الفيلم. وخلال ال 13 يوم اللي قضتهم في التصوير كانت حرفيا بتجوع نفسها بجنون وعايشه على شوفان بس ومن غير اكل عشان تقدم تقريبا احسن اداء من يوم ما بدات تمثل، وتبدا عليها في نفس الوقت افظع حمله كراهيه شافتها ممثله في هوليوود لما تفوز بالاوسكار، واللي هو كده بقى المفروض كانت على قمه العالم، ودي انجح نقطه في مسيرتها.
اخرتها، بس الحلو ما يكملش. Hathaway said after winning the Oscar, a lot of people wouldn't give me roles because they were so concerned about how toxic my identity had become online. لكن قسم كبير جدا بالذات على النت بقوا مش طايقين يشوفوا حاجه اسمها ان هاثاواي، واتكونت مجموعه اسمها هاثا هيترز او كارهي هاثاواي اللي بقوا يزيدوا كل يوم بشكل مش طبيعي، وكل الكلام والهجوم موجه ضدها هي، ويعني الدنيا اتقلبت عليها. Hatha haters are these sort of snarky people who view her as I guess not self-deprecating enough, a little too self-serious perhaps. بداية كل ده ممكن تتابعه في الأوسكار برضه، بس في 2011 لما الأكاديمية حبت تغير شوية وإنها بقى تجذب الشباب للمشاهدة، فاختاروا أن هاثاواي عشان تقدم الحفلة مع جيمس فرانكو، واللي هو بقى نجوم شباب والناس بتحبهم، فكلهم هيتابعوا البث المباشر عشانهم، لغاية ما الفكرة ردت في صدرهم وموتتهم بشكل أساسي بسبب آن، أو يعني هي اللي شالتها في النهاية، لأن الحفلة هتكون كارثية ومزيج من البواخة والابتذال وحتى التناحة من جيمس فرانكو اللي مش مهتم ولا فارق معاه، وآن اللي عايشه الدور زياده عن اللزوم، وطبقا للجمهور عماله تأفور وتبالغ بشكل مش طبيعي، وحتى هو واقف جنبها تحسه مش طايقها اصلا، والجمهور بيضحكوا بالعافيه كل ما تنطق. Me turning to everyone and going, am I too much? Like this feels really big to me. And the producer just went, no, don't do less. Do more if you need to. And I was like, oh, okay, I guess it's going great. And I didn't realize that what was happening. ويقال ان الخلاف مع جيمس بدأ في التحضيرات، عشان هي كانت كده برضه قبل الحفله، وبتتعامل بطاقه مبالغ فيها، واللي هو بتتصنع مشاعرها قدام الناس، لدرجه انها كمان هتحاول تعدل عليه وتقول له يعمل ايه وما يعملش ايه في الحفله، فهو طبعا هيعاند زياده ويحاول يبان مش مهتم اكتر، وهي مصممه وبتحاول يبقى دمها خفيف ولطيفه، فتقوم تظهر فيك ومصطنعه، واخد بالك؟ وبعد كده جيمس فرانكو زي ما تقول كده صدرها للاعلام لما قال ان ان هاثاواي كانت شغاله بسرعه 100 حصان جنبها حيوان الشيطان التسماني المعروف بطاقته الضخمه وحركاته، هيبان ان هو نايم على نفسه ولا مسطول. I'm still mad at James Franco. He gave you nothing. He didn't give me anything. He didn't. He didn't. He didn't. I turned that gig down and James is the one that convinced me to do it. وحتى هي بعد كده قالت على نفسها في 2012 انها كانت مهيبره بجرعه زياده من الحماس، شبه كده الشير ليدرز قبل الماتشات ومش عارف ايه، بس كل ده مش سبب يخلي الناس تكرهها، يعني عادي بتحصل وممكن يتضايقوا منها بس مفيش مشكله. لكن الازمه اتضاعفت في السنه اللي بعدها لما خدت الجايزه، واللي قبلها ب3 أسابيع تقريبا الفيلم كسب الجولدن جلوب وطلع كل الطاقم يستلم الجايزه كالعادي، والمفروض ان المنتج هو اللي بيتكلم ويقول خطبته، قامت هي لا وخدت هي اللقطه منه وطلعت شكرت مدير اعمالها، ومش بس كده لكن فضلت تحضن وتسلم على كل اللي واقفين وراه، وجذبت الانتباه عن الراجل اللي بيتكلم، حتى الكاميرا زي ما هو واضح كده ركزت عليها وبعدت عنه، وناس كتير شافت الموضوع ده مستفز لاقصى مدى، حتى لو ما كانش قصدها او مثلا مش واخده بالها، لكن ما ينفعش تعمل حاجه زي دي، خصوصا وانها كانت كسبت احسن ممثله مساعده قبلها بشويه، وطلعت اتكلمت وقالت خطبه وخدت الاتنشن اللي تستحقه، وعايزك بس تسمع رد الفعل والتصفيق ليها لما قالوا اسمها في حفله الاوسكار بعدها بين المرشحات للجائزه، هي تقريبا اقل واحده في التفاعل برغم ان هي اللي كسبت الجائزه، المهم كمان في اللي عملته لما طلعت تستلم الجائزه، وصدمت الناس بمدى تصنعها وازاي هي شخصيه فيك، ويعني واضح انها بتحاول بالعافيه، واللي هو بقى مش مصدقه وبتتكلم بتلقائيه وبتنهج وتاخد نفسها بصعوبه كانها طالعه من ماراثون، رغم ان الخطبه مكتوبه قبل كده اصلا واتدربت عليها كتير قبل الحفله، زي ما هي نفسها اعترفت بعد كده وانتقدت تصرفاتها. I think that she does at times come off as authentic, but you think her Oscar speech is too rehearsed. It came true. You can watch all that stuff and you know she's like sitting in front of a mirror rehearsing it going, will people like me when I do this? وطبعا دي حاجه طبيعيه وكله بيجهز لخطبته لو كسب، وبرده طبيعي ان اي فايز غير متوقع يبقى مبسوط، لكن مش ده اللي وصل للناس وقتها ولا اللي شافوه، وخلاهم كمان يبصوا على صورتها وكل ظهورها من قبل كده، وهتلاقي انتقادات طالعه عليها انها على طول مبتسمه، واللي هو بقها مفتوح 2 متر قدامها وتحسها بتمثل مش طبيعيه، ما تفهمش مثلا عايزينها تبقى زعلانه ومتضايقه طول الوقت ولا ايه، لكنها كمان بتتكلم بطريقه ونبره صوت مستفز الناس كتير، وكأن كل حركه تقوم بيها محسوبه ومخطط ليها بالنص. I had a dream. And it came true. And that can happen. And that's wonderful. And so that was all I was saying was. وعكس تماما النجمه الشابه الثانيه اللي كانت طالعه وقتها زي الصاروخ محدش عارف يوقفها، اللي هي جينيفر لورنس، اللي كله بيحبها عشان عفويه ولطيفه ومش فارق معاها، وبتقول اللي بيجي في بالها بدون تحفظ، بس جيس وات هي كمان هيكرهوها كمان شويه زي ان هاثاواي كده، لنفس ذات السبب، انها فيك وعايشه الدور ودمها يلطش، ومفيش حد عاجب البني ادم مهما عمل. Because I feel like everybody hates me.
وبعد كده ان فجرت المفاجاه وقالت انها فعلا كانت مصطنعه وفيك في الحفله وبتمثل على الناس في كل اللي حصل في الاوسكار، بس لسبب وجيه على الاقل بالنسبه ليها، لان دورها في الفيلم كان مأثر عليها جامد ولسه مش عارفه تتخطاه او تطلع منه، وكانت مضطره تعمل نفسها سعيده ومبسوطه قدام الناس عشان ما تضايقش حد بانها مش سعيده مثلا او يظهر ان هو مش عاجبها، فطلعت في النهايه بالشكل ده غصب عنها. لكن على اي حال البوستات والهاشتاجات مالت تويتر وكل مكان، وكلهم مش طايقين ان هاثاواي، وموجه كراهيه ضخمه ضدها كل يوم بتزيد وكله بيزيد في الزيطه. But she is so stupidly I'm an actor. That annoys you. And she said something. Well, I'm going to have a delicious plate of vanilla vegan ice cream. You want to vomit right there. Yeah. You know what I mean? It's just calm down. Calm down. You're a pretty girl and you're lucky. وطبعا اتعطلت مسيرتها في السنه دي وقضى على فرصها في اي فيلم مهم، لان مفيش حد هيغامر بكل ده على فيلمه ووجع الدماغ اللي هيجي معاها، ده غير ان كان في ناس من داخل الصناعه متضايقين منها هم كمان بسبب الموقف اللي عملته مع المنتج في الجولدن جلوب، واللي مش منهم واحد لا بيتابع ترندات ولا ليه علاقه بالسوشيال ميديا وما عندوش اصلا موبايل تاتش عشان يدخل بيه على حاجه، اسمه السير كريستوفر نولان، واللي زي ما احنا عارفين بدات علاقتها بيه لما اختارها لدور كات وومن في باتمان، واللي بالمناسبه برضه كان عليها اعتراضات كبيره وقتها لانها طبقا ليهم ما هيش سكسي كفايه للشخصيه دي، بس ما علينا برضه. وفجاه لقت نولان بيكلمها وعايزها معاه في فيلم بعنوان انترستيلر مع واحد من اهم نجوم هوليوود وقتها ماثيو ماكونهي، ويعني اكتر الافلام المنتظره في السنه والخطوه اللي هي محتاجاها عشان ترجع من جديد. I had an angel in Christopher Nolan who did not care about that and gave me one of the most beautiful roles I've had in one of the best films that I've been a part of. She continued, I don't know if he knew that he was backing me at the time, but it had that effect and my career did not lose momentum the way it could have if he hadn't backed me. ومع نجاح الفيلم ومكانته الأسطورية وطبعا دورها المميز فيه، قدمت نفسها بشكل مختلف للناس، ومع الوقت انخفضت أصوات الكارهين مقابل الانتقادات اللي اتوجهت ليهم، وكملت هي باختيارات موفقة ومحبوبة سواء The Intern أو الجزء الثاني من أليس إن وندرلاند، وانقلبت الكفة بحلول 2015 مثلا ولا حاجة، ورجعت من جديد آن هاثاواي محبوبة الجماهير ومن أكتر الممثلات شعبية بالتدريج، خصوصا لما غيرت صورتها الإعلامية مؤخرا وبعدت عن الشخصية البيرفكت المحسوب تصرفاتها، وبقت فن ولطيفة وبتطلع تشجع كورة ولا تقعد تتفاعل مع جمهورها على تيك توك وهكذا. وقالت في النهاية ان كل اللي حصل معاها ده والحملة المؤذية اللي تعرضت ليها مع الكراهية والشتيمة ومش عارف ايه كانت في الحقيقة حاجة ايجابية وخلتها انسانة افضل لما عدت بالتجربة دي، وانها ما بقتش مهتمة بالكلام عليها او الانتقادات واحكام الاخرين، وهتشوف حياتها ومسيرتها بما هو مناسب ليها بس مش زي ما كانت بتعمل الاول، وهي مستمرة ودنيا زي الفل وصعب تلاقي حد ما بيحبهاش دلوقتي. If I'm really honest, it was a complicated time for a lot of different reasons that I don't want to go into, but I remember that moment feeling super pure, super beautiful, and I just made sure to like earmark that moment. I'm just like, when you look back, this is what matters. This is the part to remember.